بارك الله فيك يا أخي سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. حياكم الله إخواني الكرام المشاركين في هذا الملتقى الجميل. نستذكر سيرة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، الذي فتح بيت المقدس وحرر الأقصى وانتصر في حطين، وأسس لطرد الصليبيين بغير عودة من بلاد الشام وقلبها فلسطين. جزاكم الله خيرا في هذا الملتقى. الإخوة في حزب الهدى رأسهم الأستاذ زكريا والأستاذ محمد أشين، وكذلك لك أخي سعد، وأنت في هذا المعهد الذي تشكل على موضوع الملتقى وصلاح الدين الأيوبي، فجزاكم الله خيرا. ويعظم هذا الملتقى بدورته الثالثة حين يأتي في ظل ظروف ومخاطر شديدة تهدد القدس والمسجد الأقصى المبارك، وخاصة بعد معركة سيف القدس التي انتصرت فيها المقاومة الفلسطينية بأجنحتها العسكرية المختلفة وبقيادة كتائب القسام لقضية القدس، للمسجد الأقصى، للمرابطين والمرابطات، لأحياء القدس في باب العمود وحي الشيخ جراح، لأهلنا، للأرض، للوطن، للمقدسات. فإن شاء الله نحن نسير على خطى صلاح الدين واستحضار سيرته وتجربته الناجحة، إن شاء الله يعيننا على غذ الخطى والإسراع في مشوارنا نحو الحرية والتحرير والعودة بإذن الله تعالى. في هذا الملتقى وفي ذكرى هذا الفتح الذي كان عام 1187 ميلادي كما يعلم الجميع، وبعد تطهير القدس وقد احتلت آنذاك 89 عاما، وإن شاء الله لا يطول الزمن حتى نحرر الأقصى ونحرر القدس كما دخلناه وحررناه أول مرة، نعود إلى سيرتنا الأولى في رفعة رؤوسنا عبر الجهاد والمقاومة. الآن العبرة ليس بالحديث عن الذكريات، لقد كان في قصصهم عبرة. فما هي العبرة في ملتقى صلاح الدين من تجربة صلاح الدين في تحرير القدس والأقصى؟ أسوق جملة من العبر والدروس لنستلهمها في واقعنا. العبرة الأولى أن الجهاد والمقاومة هو الطريق الحقيقي للتحرير واستعادة الأوطان والمقدسات، خاصة إذا كان الوطن فلسطين وكانت المقدسات درتها الأقصى. نعم، هو الجهاد والمقاومة، وهكذا سار صلاح الدين. لم يحرر الأقصى على يد صلاح الدين بالأمنيات، ولا الفاروق عمر رضي الله عنه فتح بيت المقدس واستلم مفاتيحها بالأمنيات، ولكن بجيوش الفاتحين. فالجهاد والمقاومة له متطلبات. أولا بحشد القوى. صلاح الدين أبدع في حشد قوات المسلمين من مختلف الأمصار والأقطار، وأرسل رسله ومبعوثيه حتى حشدوا كل هذه القوات العظيمة. ثم سخر الإمكانات كلها، خاصة الأموال والسلاح وجميع مدخرات الدولة التي كان على رأسها صلاح الدين. فأمة تريد أن تستعيد القدس ينبغي أن تدخر أموالها ومقدراتها وسلاحها من أجل هذه المعركة. وكذلك قام بالتعبئة. فالقوات والسلاح يحتاج إلى تعبئة روحية وإيمانية şöyle ki direniş için ruhi, عظيمة. psikolojik olarak ve lojistik olarak ve askeri olarak أسمع صوتا ciddi في الترجمة مرتفعا. نعم، وبالتالي القوات مع سلاحها وعدتها وإمكاناتها
تحتاج إلى تحريض وتعبئة، وحرض المؤمنين وحشد الطاقة المعنوية والدينية والروحية عند المقاتلين. هذه العبرة الأولى. واليوم إن شاء الله المجاهدون على أرض فلسطين هم يسيرون على هذا الطريق، ونحتاج أن نحشد معنا أمتنا شريكة معنا في النصر والتحرير بإذن الله. العبرة الثانية توحيد الأمة من أجل المعركة الكبرى. الأمة فيها خير عظيم، لكن حتى تحشد الأمة، حتى تجمعها، تحتاج إلى قضية كبيرة، وما أكبر من قضية القدس وقضية الأقصى ومواجهة الصهاينة، هذا المشروع الصهيوني الذي يهدد الأمة. فتعبئة الأمة وحشدها، توحيدها. صلاح الدين أبدع في مرحلة دقيقة كانت الأمة فيها ممزقة، كان في دويلات وحكام مبعثرون في جغرافيا الأمة. جاء صلاح الدين فوحد الأمة وجمع جناحيها آنذاك الممثلين بمصر والشام وبعمق العراق حيث كانت الخلافة القائمة آنذاك. نعم، هكذا كان هو طريق التوحيد وجمع أطراف الأمة. فأمة ممزقة لا تنتصر، أمة موحدة نعم تنتصر وتهابها الأمم، بينما التمزيق والخلاف والفرقة يذهب ريحنا ويغري الناس وأعداءنا بنا. وهذا يتطلب جهدا كبيرا وصبرا، وقد كان صلاح الدين كذلك. وصلاح الدين أيضا أدرك الجغرافيا السياسية بمصطلحها الحديث. من يقود صراعا ضد المشروع الصهيوني اليوم ينبغي أن يدرك دلالة الجغرافيا السياسية ومواقع القوة في الأمة، وكيف تتحرك في هذه الجغرافيا بما يعظم قوتك ويضيق على عدوك ولا يسمح له باختراقات سواء عبر التطبيع أو العلاقات أو العبث في الأمة. العبرة الثالثة هو الإحياء والنهوض الروحي والفكري والتنظيمي. فالجهاد ثمرة لبيئة معبأة، بيئة فيها طاقة روحية، أمة ناهضة فيها إحياء ديني وفكري وسياسي وتنظيمي، تستطيع بعد ذلك أن تحمل السلاح وأن تنتصر. ولذلك كما قال رب العالمين في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتل إلى آخره، ثم قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون إلى آخر الآيات الكريمة. ولذلك جاء قادة الفتح وعلى رأسهم صلاح الدين ليختموا مرحلة استعادة القدس والأقصى بعد عقود طويلة من الإحياء، بدأت في بغداد وفي ربوع الأمة، وتمثلت في دور العلماء من الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، ثم المدرسة النظامية لنظام الملك، فكان الوجه الروحي العلمي والوجه النظامي هذه المدارس التي خرجت المجاهدين. وجاء العلماء من بعد القاضي الفاضل وكل من صاحب صلاح الدين وصاحب القادة من قبل. فالعلماء ومدارس والإحياء العلمي والروحي والفكري واستعادة الأمة لعافيتها حتى تكون مهيئة لمواجهة الأعداء واستعادة أرضها ومقدساتها. هذا دور العلماء وأيضا دور القادة. فصلاح الدين هو ابن هذه المدرسة، مدرسة الإحياء، ثم عززها وكان وفيا لها وقرب إليه العلماء. هكذا إذن هو طريق النصر والتحرير. أيضا العبرة الرابعة هو تراكم وتكامل الأدوار التاريخية. فصلاح الدين ليس منبتا عن الجهود السابقة، منذ عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود الشهيد ثم صلاح الدين. كل قائد كان يبني على من سبق، تتراكم الجهود وتتعاظم.
ويستفيد كل ممن سبق ويزيد ويضيف، لا أن نبدأ من الصفر، أن ندين ظهرنا لتجارب الآخرين. إن المرحلة التي فيها نحن اليوم على أرض فلسطين بكل عطائها ثمرة لمن سبقنا، والدليل حتى في الرمزية. اليوم كتائبنا المظفرة في فلسطين عز الدين القسام هي امتداد لعهد عشناه قبل 100 عام، منذ عز الدين القسام في عشرينيات القرن الماضي حين أطلق صرخته المدوية وسقط شهيدا عام 1935 في جبال يعبد قرب جنين. فالتاريخ يعيد نفسه وتتراكم، ونحن أمة متراحمة يحفظ كل منا حق من سبق، يحترمه ويدعو له ويبني عليه، وهكذا يبارك الله في سعي الأمة. العبرة الخامسة هو دور القائد. دور القادة ودور القائد الأول دور عظيم. لا معركة بلا قائد، لا مشروع بلا قائد. اليوم الأمة تبحث عن قادة وقيادات. فصلاح الدين رحمه الله كان يملك الرؤية ووضع الهدف الكبير أن يستعيد القدس والأقصى وأن يهزم الصليبيين، كما نضع اليوم رؤيتنا وهدفنا بتحرير القدس والأقصى وهزيمة الصهاينة. القائد هو الذي يملك القرار، القائد هو الذي يكون قدوة لإخوانه، يملك الإخلاص، هو الذي يقوم بالتحريض والتعبئة ويكون متقدما في الصف. القائد هو الذي يدير الصراع إدارة بكل مفرداتها وتعقيداتها، كما كان يفعل خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة. الصراع ليس سهلا، نعم، الدعاء والإيمان بالله واليقين بنصر الله كل ذلك أساس، ولكن الإدارة التفصيلية للصراع، كيف تحشد، كيف تخطط، كيف تناور، كيف تملك الاستخبارات والمعلومات. كان صلاح الدين مبدعا وهو يخترق أعداءه ويجمع عنهم المعلومات، وكان يدرك التحولات في أوروبا والصراع بين ملوك أوروبا في تلك المرحلة، ويعمل على تفتيت جبهة الخصم. صلاح الدين كان يدير الصراع بذكاء ويعرف متى يتقدم ومتى يتراجع، متى يهاجم ومتى يدافع، متى يصالح، متى يعقد المعاهدات، كيف يسخر السياسة لصالح الهدف الكبير، لا أن تنتقص السياسة من مبادئنا وثوابتنا وحقوقنا والأهداف الكبيرة. والجهاد والمقاومة هو له هدف كبير، هدف سياسي بالتحرير والعودة. الدهاء كيف يمارس، أيضا عبقرية صلاح الدين كما قال المؤرخون، قالوا كان موهوبا في كسب قلوب من حوله. Selahaddin Eyyubi etrafındaki insanların kalbini kazanmalı وفي çok büyük bir كسب mahareti vardı. وفي Ve كسب yine bunun dışında أكابر رجال الدولة من حوله. لم يقد أصحابه بالخوف، بل قادهم بالمحبة وكسبهم والإنفاق عليهم وبالتواضع والتبسط معهم. هذه كانت، ولذلك قال المؤرخون عبقرية صلاح الدين بعد توفيق الله في بساطته، في قربه من الناس، وهكذا أجرى الله الخير. وأيضا كان حوله رجال أقوياء، لا قاد بدون رجال أقوياء، كما قال المؤرخون ابن شداد والأصفهاني والقاضي الفاضل. وكما قال صلاح الدين عن نفسه إنه لم يفتح القدس بسيفه، وإنما فتحها بقلم القاضي الفاضل. هذا الوفاء، هذا التعبير، هذا الفكر العميق، وهذا التواضع كذلك. العبرة السادسة والأخيرة والبعد القيمي والأخلاقي في شخصية القائد، شخصية صلاح الدين، وهي عبرة تتعلق بسلوك المسلمين. البعد القيمي والأخلاقي والحضاري في الشخصية الإسلامية حتى وهي في قلب المعارك، كما كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وقادة الأمة للجيوش والفاتحين. فنحن أمة أخلاق وقيم،
ومعركتنا مع الأعداء لا تخرجنا عن مبادئنا وقيمنا وإنسانيتنا مع الضعفاء ومع الشجر والحجر ومع حتى جرحى الأعداء. وهكذا صلاح الدين ظهر بصفتين عظيمتين يعترف بها القاصي والداني: والأعداء قبل الأصدقاء. قوة صلاح الدين وصبره وجلده وعبقريته في القيادة، وكذلك رحمته حتى بأعدائه، مقابل سفك الدماء ل70,000 شهيد أريقت دماؤهم عندما دخل الصليبيون القدس والمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، فشتان بين الفاتحين وبين المدمرين. لذلك نحن نتمسك بقيمنا ومبادئنا وأخلاقنا وإنسانيتنا وبها ننصر. وأختم إخواني الأعزاء بوصية هذه تدل على شخصية صلاح الدين، وصية صلاح الدين الأيوبي لابنه الظاهر المقرب إليه من أبنائه وهو على فراش الموت في رمضان عام 1192. ماذا قال له؟ أوصاه بالتقوى فإنها رأس كل خير، وأوصاه حذره من الدماء، حذره من الدماء فإن الدم لا ينام. ما أبلغ هذه العبارة. وأوصاه بحفظ قلوب الرعية وقلوب أكابر الدولة، فقال له: فما بلغت ما بلغت إلا بمداراة الناس، القيادة رحمة وليست قسوة. وأوصاه ألا يحقد على أحد فإن الموت لا يبقي أحدا. ثم ختم وصيته بقوله: واحذر ما بينك وبين الناس فإنه لا يغفر إلا برضاهم. يا سلام! وما بينك وبين الله يغفره الله بتوبتك إليه فإنه كريم. نعم، الله جواد كريم. هذه بعض العبر والدروس نحن نستحضرها ونتشربها بقلوبنا وعقولنا ونعكسها في سلوكنا تخطيطا وتدبيرا وأداء على الأرض. وإن شاء الله كما نصر الله أسلافنا ينصر الله جيل اليوم، جيل النصر والتحرير على هداهم، فبهداهم اقتده وبهداهم نسير على هذا الطريق الوحيد الذي يوصلنا إلى النصر والتحرير والعودة بإذن الله. وإن شاء الله جميعا نكون شركاء في هذه المسيرة. بوركتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.